راديو روح وحياة. ساعات كتير كلنا بنفكر وبنقول: هل يا ترى الفكرة في الارتباط ولا لأ ملهاش علاقة بالارتباط؟ هل الفكرة في الاحتياج لشعور الطمأنينة؟ يعني حد يقولك أنا جنبك، أنا حاسس بيك، احكيلي. بنبقى محتاجين حد يسمعنا عشان هو عايز، مش عشان ده واجب أو فرض عليه. محتاجين نطلع الطفولة اللي جوانا ونتصرف براحتنا بطريقتنا من غير ما حد ينتقدنا. حد نحكي له عن مشاكلنا من غير ما يقول لنا انت كئيب، انت نكدي. عاوزين بس الاحساس بالامان والاحتواء، زي ما رعوس لقت ده في بوعز. بوعز كان من قريب جوز رعوس، ولانه كان دايما بيسمع عن اخلاصها مع حماتها، وان بعد ما جوزها مات فضلت قاعده مع حماتها وما سابتهاش. فلما راحت رعوس عشان تشتغل في الحقل عنده وتجمع الحبوب، وافق انها تجمع الحبوب. واوقات تانية كان بيقول للحاصدين انهم يوقعوا حبوب بالقصد عشان تاخدها رعوس. ولان كان في شريعة اليهود زمان ان لو الراجل كان متجوز ومات وما كانش ليه اولاد، يجي اخوه يتجوز مراته عشان يكون ليه نسل. ولان اخوه محلون زوج رعوس مات، اتجوزها بوعز وخلفت منه عبيد. والله كافئها بان الملك داود جه من نسلها. ومش بس كده، المكافأة الأكبر إن المسيح نفسه جه من نسلها. رعوس كان معنى اسمها جميلة، وهي كانت فعلا جميلة. لقت في بوعز الأمان بعد ما كانت جاية أرملة وفي بلد غريبة ما تعرفش فيها حد. الله كافئها واتجوزت واحد حسسها بقيمتها والحب الحقيقي والأمان. عشان كده من أهم الحاجات اللي بيديها لنا الحب هو الإحساس بالأمان. الأمان اللي بيخلينا نعرف نحب أكتر، وطول ما احنا مطمنين هنعرف ندي، والعلاقة دي هتتطور، وده يبقى اسمه الحب الآمن. وعشان كده ساعات كتير بنبقى عايزين بوعز أو رعوس في حياتنا، أو حد يقبلنا بعيوبنا ومزاجنا اللي بيتغير في الساعة الواحدة مليون مرة. حد ما نطلبش منه يدعمنا، لا هو بيدعمنا قبل ما نبدأ نقع. حد يديك فرصة إنك تفضل جنبه. حد يعوضنا شوية عن حالة اليأس والحزن اللي احنا عشناها، ويحسسنا إننا لينا قيمة وإن غيابنا بيفرق معاه. فلازم الاختيار الصح، عشان الندم في الارتباط ما يبقاش مجرد كلمة يا ريتني، ده يبقى ألم هيفضل عايش جواك. ما تخافش من الفشل ولا تخاف انك تحاول، لكن لازم الفشل هو اللي يخاف منك. راديو روح وحياة. شكرا ليكم مستمعين الراديو روح وحياة. نتمنى نكون فرحناكم وقدرنا نوصل رسالتنا ليكم النهاردة. استنونا في الحلقة الجاية برسالة جديدة. سلام.